مرحبا بكم في قناة المعرفة والحياة. اشترك في القناة وفعل الإشعارات بالضغط على الجرس، ولا تنسى الإعجاب ونشر الفيديو. ما هي فوائد الزعتر؟ وأهم هذه الفوائد لتقوية الذاكرة. ما هو الزعتر؟ ينمو الزعتر ويتكاثر في المناطق الدافئة والمشمسة والتي تحتوي على تربة خصبة، لذلك يعتبر فصل الربيع أكثر الفصول المناسبة لزراعته، وتتم زراعته من خلال وضع بذرة منه أو قطعة صغيرة أو أجزاء من جذوره في الأرض ليصبح نباتا معمرا على المدى البعيد، علما بأنه يستطيع تحمل العديد من الظروف المختلفة وأبرزها الجفاف والتجمد. أهم أنواع الزعتر. الزعتر ليس له نوع واحد، بل يشمل على العديد من الأنواع، وأهمها الزعتر، وهذا النوع الرئيسي ويستخدم بشكل مباشر في الطبخ، وتكثر زراعته في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، ويصبح معمرا إذا كانت المنطقة دافئة والتربة خصبة جدا. الزعتر الهجين، وهو عبارة عن عشبة تحتوي على الزعتر بشكل رئيسي، إضافة إلى مجموعة مختلطة من الزعتر الممزوج بنكهة الليمون والبرتقال. زعتر الكروية، غني بمادة تسمى الكرفون الكيميائية، لذلك تصدر منه رائحة قوية جدا ويستخدم في أغراض عديدة كالطهي وفرش الأرضيات. الزعتر الصوفي، هذا النوع لا يستخدم لأغراض غذائية كالإضافة إلى الطهي، بل يتم وضعه كغطاء على الأرضيات فقط. الزعتر البري، أو كما يسميه البعض بالزعتر الزاحف، غني بمادة تعطي رحيقا يستخدمه النحل في إنتاج العسل، يكثر نموه في التربة الجافة والصخرية، وهي الأكثر تواجدا في المناطق الجنوبية من قارة أوروبا وتحديدا في اليونان، إضافة إلى مناطق جنوب قارة إفريقيا. فوائد الزعتر البري. قبل أن نذكر لكم هذه الفوائد متابعين الكرام، لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي، ودائما وأبدا يجب علينا مراجعة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. يعالج المشاكل التي يتعرض لها الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والبلغم والربوة، ويحفز الجسم على إفراز المخاط الشعبي، والذي يساعد على تهدئة وتلطيف الشعب الهوائية، وذلك من خلال دهن الصدر بزيت أو شرب مغليه بشكل يومي، وحتى الشفاء التام. يقوي الجهاز المناعي، ويحد من احتمالية الإصابة بداء تصلب الشرايين، كما أنه يساعد على تقوية العضلات وخاصة عضلات القلب. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، كما أنه يعالج المغص الكلوي بفاعلية، ويطهر كل من المثانة والمسالك البولية من الالتهابات. يحفز الدورة الدموية، ويساهم في تطهير الدم من السموم، ويعمل على تسكين الآلام، وذلك بفضل غناه بالمواد المضادة للأكسدة. يقضي على الطفيليات والفطريات الضارة بجسم الإنسان مثل الأميبا والتي تسبب مرض الدوسنتريا، كما أنه يعمل على مكافحة الميكروبات، وذلك بفضل غناه بمادة الكلوروفيل. يسهل عمليتي الهضم وامتصاص الأطعمة في الجسم، ويعمل على تخليص الجسم من الغازات، كما أنه يمنع التخمر في الجسم. يعالج الإسهال، وذلك بفضل غناه بالمواد القابضة، وللحصول على نتائج أفضل يجب تناوله مع زيت الزيتون، كما أن هذا المزيج يقوي الذاكرة ويسرع من عملية الاستيعاب وينشط الذاكرة. يقوي النظر، ويوفر الحماية للعينين من تشكل الماء الأزرق عليهما. يخلص الدم من السموم، لذا ينصح بتناول مغلي الزعتر المحلى بالعسل كل صباح على الريق. فوائد الزعتر المغلية. لمغلي الزعتر فوائد صحية عديدة، ويعود السبب في ذلك إلى احتوائه على نسب مرتفعة من فيتامين ج وفيتامين أ، ومن الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور والمركبات المضادة للأكسدة. ولتحضير مغلي الزعتر اتبع الخطوات الآتية: وضع الماء على النار حتى يغلي، ثم تركه على نار هادئة، إضافة الزعتر المجفف إلى الماء، وتغطية الوعاء، ترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق، إبعاد الخليط عن النار، وتركه لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يبرد. سكب مغلي الزعتر في الكوب، ثم إضافة العسل وشريحة الليمون حسب الرغبة. ومن أهم فوائد مغلي الزعتر خصائصه المضادة للأكسدة، حيث يعمل على تخفيف أو الوقاية من الكثير من الأمراض، أهمها الدوار والتصلب اللوحي المتعدد والتهاب الكبد. السعال، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، فإنه يعمل على مهاجمة العوامل الممرضة والمسببة للسعال، وبالتالي تسريع الشفاء. تخفيف الوزن، يعمل على كبح الشهية، لكنه في المقابل يعزز الطاقة ويمد الجسم بالمغذيات المفيدة، مما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام. والمركبات الموجودة في مغلي الزعتر تعزز الأيض، مما يسهم في حرق الدهون. الحمل، لكن لابد من استشارة الطبيب قبل تناول مغلي الزعتر أثناء الحمل. تشنجات الحيض،
يعد مغلي الزعتر فعالا جدا في التخلص من تشنجات الحيض بسبب خصائصه المضادة للتشنج، ويعمل أيضا على التخلص من الألم وعدم الراحة أثناء الحيض، وكذلك تحسين تقلبات المزاج في هذه الفترة. دعم الجهاز المناعي بسبب احتوائه على كميات وفيرة من فيتامين ج ومضادات الأكسدة، حيث يعمل فيتامين ج على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ومضادات الأكسدة القوية مثل الثايمول. تعمل على تخفيف الإجهاد التأكسدية من خلال التخلص من الجذور الحرة التي ينتجها الجسم. وطبيعة مغلي الزعتر المطهرة والمضادة للبكتيريا تعمل على التخلص من الالتهابات ومسببات الأمراض. الإدراك. يعمل الثيمول على زيادة مستويات الأوميغا 3 في الدماغ، والتي بدورها تعمل على تحسين الإدراك ومنع مشاكل الإدراك المرتبطة بالعمر. الهضم. بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا وطبيعته المهدئة، فإنه يعمل على تحسين الهضم. فوائد أكل الزعتر: يساهم في تخفيف الأوجاع المتفاوتة وتسكينها لاحتوائه على عناصر مسكنة ومعادية لحدوث الالتهابات. يساعد على وقاية الجسم من المركبات السامة، الميكروبات والبدائيات التي تتسلل إلى أنسجته، وذلك لإدخاله ضمن عناصر مقاييس عالية للغاية من عنصر الكالفيكرول. يحتوي على عدد كبير من المواد المضادة للأكسدة الواجبة لانتعاش الجسم وفاعليته. يساند في دعم ورفع القدرات العقلية والمعرفية وزيادة متوسط الساعة على التركيز والفهم. يخلص من الأوجاع والآلام الناجمة عن تسوس الأسنان والتهابات اللثة. يقوي عمل وظائف العين ويحظر قحطها وينقيها من نشوء المياه الزرقاء بها. يساند في عملية تعادل السكر في الجسم واسترجاع مقاييسه الطبيعية. وعلى الرغم من أن بعض النساء ينصحن بشرب شاي الزعتر بعد الولادة لتقليل انقباضات الرحم وإخراج المشيمة، ولكن لا توجد أدلة تؤكد فائدته أو سلامته للمرأة بعد الولادة. وتفيد إحدى الدراسات بأنه قد يرفع من مستويات الجلوتاثيون ترانسفيراز، وهو إنزيم مضاد للأكسدة، وتجدر الإشارة إلى أن تناوله بكميات معتدلة يعد آمنا لدى الأطفال، ولكن لا توجد أدلة تؤكد سلامة استخدام زيته سواء بوضعه على الجلد أو تناوله عن طريق الفم. كما يمكن للزعتر أن يبطئ من تخثر الدم ويزيد من ميوعته، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إضافة إلى أنه يزيد من خطر الإصابات بالنزيف خلال العمليات الجراحية وبعدها، ولذلك من الأفضل التوقف عن تناوله قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المحدد. فوائد الزعتر للشعر: يحتوي الزعتر على العديد من الخصائص والتي تجعله مادة مطهرة ومنشطة لنمو الشعر. ينشط الدورة الدموية خصوصا بعد تدليك فروة الرأس بزيت الزعتر، مما يعزز وصول العناصر الضارية لبصيليات الشعر وزيادة نموها ومنحها القوة. يساعد في إزالة قشرة الرأس من الشعر، وذلك بتدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزعتر أو منقوع الزعتر، مما يقضي على القشرة نهائيا. يقوي الشعر الضعيف والباهت والهش ويمنع تقصفه ويحميه من التكسر. يمنح الشعر اللمعان والحيوية والنعومة. ولاستخدام الزعتر للشعر يمكنك اتباع الخطوات الآتية: نحضر زيت الزعتر من عند العطار، أو نحضر منقوع الزعتر البارد ونسكب بضع قطرات من زيت الزعتر في راحة اليد. نفرك الزيت في اليد جيدا حتى يصبح دافئا بعض الشيء، ثم ندهن الشعر وفروة الرأس جيدا فيه، ونحرص على توزيع الزيت على الشعر وفروة الرأس بالتساوي. نركز على خصل الشعر ونهايته باعتبارها أكثر أجزاء الشعر تعرضا للتكسر والتخصف. نغمس فرشاة الشعر بزيت الزعتر ونمشط بها كامل الشعر بطريقة لطيفة. نغسل الشعر بمنقوع الزعتر الدافئ ثم نشطفه بالماء. فوائد الزعتر المطحون مع السمسم: للزعتر المطحون والمخلوط مع السمسم العديد من الفوائد الصحية المذهلة إضافة إلى طعمه اللذيذ. ومن فوائد الزعتر المطحون والمخلوط مع السمسم ما يلي: يساعد في علاج الأمراض المزمنة. يعتبر السماق والذي يدخل في مكونات الزعتر المطحون من الأعشاب المفيدة لصحتك، فغناه بمضادات الأكسدة والذي يدعى مركب كيرستين جعل له قدرة على معادلة الجذور الحرة ومحاربة السرطان. وكشفت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن السماق يساهم في الحماية من السرطان إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة التي تسببها الجذور الحرة. ينظف الجهاز التنفسي. هناك بعض الخصائص التي يتمتع بها الزعتر والتي تمكنه من المساهمة في تنظيف الجهاز التنفسي، إذ يساعد الزعتر في تنظيف مجاري التنفس من خلال طرد البلغم والمخاط المتراكم، مما يجعله الوسيلة الأفضل لعلاج الزكام ونزلات البرد. يعزز القدرة المعرفية. هناك معتقدات قديمة بأن تناول الزعتر المطحون مع السمسم يعزز قدرتك المعرفية وذكائك، فلطالما أقنعتنا أمهاتنا بتناوله لهذا السبب بالتحديد. وجاء العلم والدراسات والأبحاث
ليؤكدوا أن الزعتر المطحون يساهم حقا في تعزيز القدرات المعرفية مثل الذاكرة، وذلك بسبب غناه بالمواد الغذائية الضارية لعمل الدماغ. يحارب الالتهاب. يشيع استخدام الزعتر المطحون والسمسم مع زيت الزيتون على قطعة من الخبز، ولكن هل تعلم بأنه بالإمكان وضع المزيج السابق على مناطق معينة في الجسم كلدغات الحشرات أو المفاصل التي تؤلمك؟ يمتلك الزعتر خصائص تساعد في علاج الالتهابات مثل التهابات المفاصل والنخرس، لذا بالإمكان استخدامه بشكل خارجي أو حتى تناوله. يمدك بالطاقة. وجود مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول في الزعتر المطحون مع السمسم يجعل له خصائص كثيرة، منها تلك التي تمدك بالطاقة، إذ تعمل على تنشيط العمليات الأيضية في الجسم. في المقابل، وجود المغنيسيوم في هذا المزيج من شأنه أن يساعدك في الحصول على ليلة نوم هادئة. يحسن المزاج. وجدت الدراسات العلمية المختلفة أن تناول الزعتر المطحون مع السمسم يعمل على تحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب، وفسر الباحثون ذلك نتيجة وجود الفينول الذي يؤثر على المزاج والهرمونات في الجسم. يقوي العظام. يحتوي الزعتر المطحون مع السمسم على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعل له دورا كبيرا في الحفاظ على كثافة العظام. إدراج الزعتر ضمن نظامك الغذائي اليومي من شأنه أن يقلل من خطر إصابتك بهشاشة العظام بشكل ملحوظ. يحسن عمل الجهاز الدوراني. يساعد الزعتر على تحسين تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وذلك بسبب غناه بالحديد. هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تعزيز عمل الجهاز الدوراني. فوائد الزعتر مع زيت الزيتون. إن تناول الزعتر مع زيت الزيتون يعمل على تخفيف التوتر وتنظيف الجهاز الدوري والقلب وحتى الجهاز الهضمي والعصبي، كما أنه يقوي المناعة ويساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، فيحسن صحة القلب وينشط الدورة الدموية، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، لاحتواء زيت الزيتون على مضادات الأكسدة وحمض الفوليك، ومن ثم يساعد أيضا في فقدان الوزن وتحسين عملية الأيض وتسهيل الهضم ومنع تراكم الطعام في الأمعاء. من أهم فوائد الزعتر أيضا يساعد على خفض ضغط الدم، كما أشار الباحثون في جامعة بلغراد في صربيا في دراسة أجريت على الفئران أن المستخلص المائي للزعتر البرية قد يقلل من ضغط الدم. ومن الجدير بالذكر أن الفئران تستجيب لارتفاع ضغط الدم في طريقة مشابهة للبشر، لذلك قد تكون هذه النتائج تطبيقات بشرية، لكن الاختبارات الأخرى مطلوبة لإثباتها. يقلل من خطر الإصابة بعدوى الخميرة. وجد الباحثون في جامعة تورينو بإيطاليا أن زيت الزعتر الأساسي يعزز بشكل كبير قتل الفطريات المهبلية المعروفة باسم المبيضات البيضاء، والتي تسبب عدوى الخميرة في الفم والمهبل عند البشر. يساعد في علاج حب الشباب. وجود خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن يكون علاجا فعالا لعلاج حب الشباب. ومن أهم فوائد زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة. يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية، والتي توفر العديد من الفوائد مثل مكافحة العدوى وحماية الكوليسترول في الدم من الأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث أن زيت الزعتر يعتبر مصدرا للدهون غير المشبعة الأحادية، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. تقليل خطر الإصابة بالسرطان، حيث إن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقلل من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة، والتي يعتقد أنها السبب الرئيسي للسرطان. وقد أظهرت العديد من الدراسات المختبرية أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكنها محاربة الخلايا السرطانية في الجسم. ومع ذلك فإن هذا التأثير لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات المساعدة في تحسين مستويات السكر في الدم. أظهرت بعض الأبحاث أن الدهون غير المشبعة الأحادية الموجودة في زيت الزيتون قد تساعد في تحسين مستويات الأنسولين ومستويات السكر في الدم، والتي قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني أو حتى في خطر الإصابة به.